في حروب على الأرزاق، في حروب على الأرزاق، بمعنى تلاقي في مثلًا وليكن شغل معيّن في 2 أو أكتر من حد داخل، تلاقي الناس بتحارب بعض في الأرزاق ومتخيلين إن هو متحكم في رزقك، أيًا كان بقى الحد ده ممكن يكون مدير، زميل وبيحاول يأسفنك، مدير وبيحاول يزيحك من طريقه، مدير وبيحاول يقول لك إن أنا متحكم في رزقك لأ، الحاجات دي مش حقيقية. إحنا دايمًا الأرزاق بتاعة ربنا، مديرك أو الشركة اللي أنت بتشتغل فيها هي السبب لا أكتر ولا أقل في الرزق اللي بيوصل لك. أنت ما عليك إلا السعي بكل ما أوتيت من قوة، اسعى واعمل اللي عليك واجتهد، بعد كده النتيجة دي بتاعة ربنا، ربنا ما بيقطعش رزق حد من مكان إلا ما بيكون موفقه في مكان تاني أفضل من المكان اللي كان فيه، طالما أنت بتعامل ربنا من جواك ومش مقصر وبتسعى وبتعمل كل اللي عليك. عشان كده دايما بقول لكل الناس اوعى حد يقلق من رزقه، الرزق ده بتاع ربنا، الشركة هي سبب من الأسباب، المدير هو سبب من الأسباب، صديق قال لك على شغل ووجهك لشغل هو سبب من الأسباب، لكن الرزق في النهاية اللي بيوزعه هو الله فقط، ربنا اللي بيوزع الأرزاق. بس إمتى بقى أنا أزعل من نفسي؟ لما أكون مقصر، ما سعاش كفاية، يجي لي حاجة أو باب رزق لحد باب بيتي وأنا أقفله أو ما سعاش وما عملتش اللي عليا فيه وبالتالي يضيع مني. لكن أنا ماشية بمبدأ في حياتي إن أنا أعمل كل اللي عليا بكل ما أوتيت من قوة، بكل سبل اللي أقدر أسعى بيها في الاتجاه ده، في الآخر التوفيق من عند ربنا. كنت دايما واحنا بنذاكر في الامتحانات حتى وقت الجامعة كنا دايما بنقول أنا بذاكر وبعمل اللي عليا على قد ما اقدر في المقرر ده، وكنت ببقى داخله قلقانه من المقرر لان اكيد مش كل المقررات بتكون عندنا سهله، بس في الاخر بيبقى التوفيق فعلا فيه من عند ربنا. ليه؟ ربنا عارف ان انا عملت اللي عليا فيه، ما سبتش جهد او حاجه اقدر كنت اعملها وما عملتهاش. نفس الكلام في شغلك، انت اعمل اللي عليك، اسعى، اشتغل على نفسك كويس جدا، جهز نفسك لأي منافسة شريفة وليس غير، وأي منافسات تانية أو أي على فكرة الشخص الناجح دايما بيلاقي عداءات كتير جدا في شغله، بس خليك دايما واثق إن الرزق ده بتاع ربنا، طالما أنا عامل اللي عليا وموجود هنا وموجود في المكان ده، فربنا كاتب لي إن أكون في المكان ده، مش أنتم اللي جايبيني المكان ده، ده ربنا اللي جايبني المكان ده، كوني موجودة في المكان ده فانتوا محتاجيني، فأنا مطلوب مني 1 2 3 أنا هعملهم بأعلى كفاءة وأعلى جودة أقدر أعملها بيها، بعد كده دي حاجة بتاعت ربنا، كملت في المكان ده أوكي، ما كملتش فيه يبقى ربنا شايل لي مكان أفضل في مكان تاني. خليكم مؤمنين إن الأرزاق بتاعت ربنا وليست بيد أي شخص، ولو هم فعلا اجتمعوا كلهم على ان هم يضروك بشيء مش هيضروك بحاجه غير اللي ربنا كاتبها عليك، ولو هم اجتمعوا عشان ينفعوك بشيء مش هينفعوك برضو بحاجه الا اللي ربنا كاتبها ليك. بس خليك مؤمن بده واعمل اللي عليك واللي في وسعك وسيبها على ربنا.